قصة حياتنا، ما تسيبونا بحالنا، ما تسيبونا بحالنا. سيبنا لكم الدنيا بحالها وبرضه ورانا. ده غم ايه ده؟ قصدك ايه يا جدعان؟ عاوز تضحك الناس عليا؟ ارتحنا من وشكم ومن خوضة الدين المهبب ده. هو الشقى دنيا واخره؟ يعني ما لقيتش غيري تلعبه؟ ما تشوف لك حد تاني يا اخي تعرف قصتي. ثم هتعرف قصة حياتي ليه؟ هي فين قصة حياتي؟ ما راحت، ما خلصت. هذا احنا شقينا وتعبنا واخرتها خدنا ايه؟ ولا حاجة. طز 59 سنة واحترم مروا زي الهوا زي البرد. انا شخصيا ما حسيتش بيهم، طلوع ونزول، فقر ورضينا والحمد لله، لكن الهم مرضيش. ايه جاي ورايا تقلقني داني ليه؟ الهي يقلق منامك. انت ايه ما عندكش دم؟ ما عندكش البله؟ بصيد ايه دي؟ القصة حياتي ايه؟ يلا نوضب الكراسي ورش ميه في الميدان، خلي القعده تحلاو. الله ماله باجن كده ليه؟ ما تمشي قدك مشت في ركبك. انا ماشي يا معلم اهو. ده ماشي ده ولا رقص؟ يعني من جمالك يا خاي مش تترقص. انت انا هتبطل نهار ولا على الفوت اخد بعضه وامشي؟ هديت انا منك دلوقتي. تقولش يا واجي مصر الوحيد يا خاي، ما تقلع الفوط ولا تقلع الجلابيه حتى. بس انا ايه اللقاحين على الرصيف اكتر من الهم عن القلب. طب عليا الطلاق بالثلاثه. ما قلنا بلاش الحلفان المهبب ده يا معلم سرحان. احنا مش اتفقنا بلاش الحلفان المهبب ده؟ ايه انت هتطلق كل يوم؟ اعمل ايه للواد الدبشه ده؟ الزلط ايه؟ ده والله ولا طوبه بعيد عنك. ساعة عصاري زي دي مش يوضب الكراسي ورش شويه ميه يخلي الحكايه تفرج في وشنا. لا عز متكحر النهار زي الطور ما بيولش. هو حد يستحملها غيره يا راجل؟ يعني مربوط في ساقية، ما هو طول النهار اكل شارب كده زي المنشار وبيلعب 6 فضه كمان. شبه ده بطل بذمتك؟ انا مالي خليه يتحنجل لحد النعمه ما تزول من وشه. انت برضه بتقول نعمه؟ هي دي نعمه؟ طب اله الزول يا هيا طب ايه العفوطه اللي انت لابسها دي؟ يلا وريني عبد كتابك. عليا الطلاق بالثلاثه. يا راجل ما قلنا بلاش الحلفان المهبب ده. طيب الفوطه اهي والجلابيه اهي كمان. هطلع زي ما جيت من عندك. النعمه ايه؟ اله الزول النعمه اللي بالشكل ده يا شيخ. يا واد يا زلطه استنى بس ملوش لازمه. ايه اللي ده؟ روح وراه يا سناجيب، روح وراه هات والنبي ما تسيبوش يمشي. امسك فيه يا سناجيب. تعالى يا زلطه تعالى. عيب المعلم بتاعك على كل حال وهو اللي مربيه. انت شايف بنفسك يا سناجيب؟ ده لو كان ابويا ما يستحملوش. يا واد البس الجلابيه بتاعتك والفوطه بقى. عيب المال. الله مش هو اللي قال لنا قدامك؟ يا اخي بيضحك معاك. ايه يا عمال؟ بس والله العظيم لو فتح بقه تاني منها. ايه هتسد بقي ولا ايه؟ بس بقى يا معلم سرحان عشان خاطرك انت انا اسكت يا سناجيب، مش هتكلم خالص. طب ليه انت منه 2 شاي وتعملتيه؟ يا سلام يا سلام يا معلم سرحان. قلبك ابيض بس لو تبطل زي ما صار. نعم عمين بس ما يتسهل يا سناجيب. يا الف اهلا بيك انت يا معلم سرحان. اهلا وسهلا. انا عدلته من حاره مصطفى وسبت باب الشعريه كلها ورحت وقلت عدولي، وما كانش عيش وملح ولا ايه؟ والله مشاكل الدنيا يا معلم سرحان. ازاي يا ابوك؟ في شارع الموارد في ضرب الجنين. ولما انت قريب كده تلاقيه مش تخلينا نشوفك؟ انت من هنا ورايح هتشوفني على طول ان شاء الله. الله ليه؟ انت سبت العيله وهتسكن هنا ولا ايه؟ لا ابدا،
بس في واحد صاحبي لازم اقابله كل يوم في الحته دي يا معلم سرحان. على خيرة الله. سلامات على الله. حاضر يا عم زلطة، حاضر يا معلم زلطة، يا زلطة باشا. حلوة زلطة باشا دي، وربنا كانت عزمة البشوات. انت فاهم ان زلطة ده اقل من الباشا يا معلم سرحان؟ حلوة دي يا سناجيب، وربنا ده ما ينفعش. الواد زلطة ده فنان. والله صدقت يا سناجيب، هو شكلهم برضه ومسيره هيبقى كده. بكره يربي سوالف ويلبس طربوش ويمشي ورا واحده من بتوع شارع محمد علي. لا انا مش قصدي النوع ده يا معلم سرحان، هم دول فنانين دول. امال ايه يا معلم انا قصدي النظام. ايوه والله، تعرف لو يدن وشه دقيق ويتنطط مع بتوع البيانو اما ده كان يبقى وزع. مش قصدي برضه يا معلم، مش قصدي. انا قصدي ينفع مش الخطاطي بتاع دياترو، ويمكن يبقى ارتيست كبير زلطة ده. اركز وربنا ده مين المعلم طبعا يا باجم. يعني على المعلم قدام الزبون وبعد ما يمشي تمسك في خناقه انا. نهار يمشي جاتك البالة وجاتك مشش في ركبك. اما هو دليل الحال صحيح، هو ده سنجيب اللي هينفع اركز. عن اذنك يا معلم، صاحبي اللي انا مستنيه وصل اهو وصل. قاعد معاك ده مش ابن الياس يا فندم؟ مظبوط هو. يا سلام، شوف الايام بتجري ازاي. ده انا كنت اعرفه وهو عيل صغير. هو في شيء بيقعد على حاله؟ ده هو واخواته بقوا ما شاء الله رجاله كلهم. توفيق ويوسف وجورج وسناجيب ده. انما ابوهم مسكين يا معلم، انا سمعت انه حد تاجر خيل من غير مؤاخذه. ما هو على رايك يا معلم، مفيش حاجه بتقعد على حالها يا معلم. ايه يا دنيا، ايه ده اللي انت بتعمله ده؟ سيب الشيشه الراجل راجع. ده انا بس بولعها يا معلم. قوم لا يولعوك في نار جهنم. ايه العالم المقاطيع دي؟ انا زلطه وانا زلطه. شيل ادي الشيشه الريزه دي، اقطع لي رطلين لحمه ضاني وحطهم في الفرن. خد سلطانيه من جوه، هات لي ترش بلد من عند معلم عبنابي. عارف ما تجيب ترش من عند حسان هقطع رقبتك. جري امشي قدامي يلا. حلوه دي والله. قال الراجل جاي يدحلبني في الكلام ويشفط الشيشه. عجايب. النهارده ما تأخرتش ولا حاجة، أنا بقالي نص ساعة واقفة في الميدان. واقفة فين؟ ده أنا قاعد على القهوة مع المعلم سرحان وقاعد باصص للميدان زي التعبان. يا سلام، لو كنت قاعد باصص صحيح كنت شفتني، لكن أنت كنت قاعد سارح. أنت ما شفتهاش النهاردة ولا إيه؟ هي إيه دي اللي ما شفتهاش؟ هو في ستات في الفريق؟ أيوة يا نجيب، الست اللي كنت ماشي معاها امبارح. امبارح؟ في الحتة؟ استعبط بقى يا نجيب، ما انتش عارف فين؟ في الشارع اللي ورا المدرسة. الشارع اللي ورا المدرسة؟ أيوة. امبارح مع ست حلوة؟ أيوة، اضحك زي ما أنت عايز، إنما بكرة. أنا فعلا كنت ماشي مع واحدة ست امبارح وفي الشارع اللي ورا المدرسة بالظبط، لكن حلوة. أما لو عرفت إنها حلوة. أنت مش هتبطل تحكي بقى؟ أبطل ضحك إزاي؟ إذا كنت بتقول عليها حلوة لازم شفتيها من قفاها. هي من قفاها مين دي؟ أمي. أمك؟ مش معقول. وحياتك أنت اللي كانت ماشية معايا امبارح تبقى ماما. أبويا أصله جات له حالة غريبة امبارح، فجت جري خدتني من المدرسة. اشمعنى أنت اللي جت ماما تاخدك؟ إيه مالكش إخوات؟ هي كتير لكن بتحبني أنا. لما أبويا وقع على الأرض ما عرفتش إيه اللي تعمله. يعني أنت كنت هتعمل إيه؟ ولا حاجة، ده احنا جبنا الدكتور حالته بقت أحسن. لكن انت بالك عصبية ليه كده النهارده؟ إيه؟ لا أبدا، أنا مانيش عصبية ولا حاجة. إيه؟ يعني دي حالتك الطبيعية؟ طبيعية خالص. دي تبقى مصيبة. هي إيه دي بس اللي تبقى مصيبة؟ إذا كانت دي حالتك الطبيعية، أما لما تبقى أنا عصبي قوي، وما أحبش مراتي تبقى عصبية، لأنه لو كانت كده هنضطر نشتري كل شهر 5 تجواز كده ولا فيش ميزانية للكلام ده. إيه يعني تلطعني في الميدان نص ساعة وما أنتش عايزني أبقى عصبية؟ طب حقك علي يا مرتي. يلا بينا النهارده في المنتدى. لا، أنا مش عايزة أتمشى النهارده.
امال عاوزه تروحي فين؟ يا اخي مش عايزه اروح اي حته، اتفضل سيبني انت وامشي. اسيبك وامشي؟ ايوه. ازاي؟ وده معقول يا مرسيل؟ معقول؟ ارجوك سيبني، امشي امشي دلوقتي. دي مش مصيبه؟ ناوي تعمل ايه يا نجيب؟ انا تحت امرك يا ماما، اللي تأمري بيه هنفذه على طول. انا هأمر بايه يا ابني؟ ما انت شايف الحال بنفسك، ابوك مات ما سابش حاجه وراه، سايبكم لحم، مين هياكله ده؟ انا بقول يعني توفيق يشتغل يا ماما لحد ما ربنا يسهله. انا غلطت معايا يا نجيب، وانا معتمده عليك انت بعد ربنا. انا بس لسه ما كملتش دراستي، فاضل قدامي سنه ولا 2 واخلص واشتغل ورا اخواتي. يعني هو كان الود ودي يا نجيب؟ ابوك يا ابني اذا كان يرضيك اطلع اشتغل يا نجيب، انا ما عنديش مال. ماما مالكيش حق تقولي كده، ما هتشتغلي ليه؟ مفيش رجاله وراكي. طب بطلي يا بطلي يا بطل، عشر خاطري انا. يلا بقى اضحكي بقى عشان خاطري. ايوه كده يرضيكي. ايه رايك بقى يا مرسيل؟ تبقى مجنون طبعا لو عملت كده، تضيع نفسك علشان اخواتك. لازم تقعد في المدرسة وتكمل دراستك. ب3 جنيه هتتجوز ازاي وهتفتح بيت ازاي؟ ده معقول؟ ايوه بس هعمل ايه؟ تعمل ايه ازاي؟ الله، شوف مصلحتك فين واعمل اللي يفيدك انت. ايه اللي يعمل ايه ده؟ ايه هتاكل في بعضك علشان اخواتك؟ ما هو ده حال الدنيا يا مرسيل، في واحد بياكلوا طرماي، واحد بياكل. كل واحد بيعمل نفسه وكل واحد بيبني نفسه، مفيش حد بيحط نفسه تحت الا اذا كان خايب. وهو ده ذنب يعني؟ هو انا اللي عملت كده؟ انا اللي قلت لابويا يموت دلوقتي؟ انا كنت قلت له خلف 4 قبل ما تموت؟ هو مش ده حظي؟ ايه حظي؟ دي الكلمة اللي في بقك دايما دي في الشهر، فاهم؟ غريبة، انت بتتجوزي مرتب ولا بتتجوزي بني ادم؟ البني ادم هو المرتب والمرتب هو البني ادم، مفيش فرق بين الاتنين ابدا. الله، يعني ممكن تتجوزي الواد زلطة؟ ايه يعني لو زلطة بياخد 10 جنيه تتجوزيه؟ زلطة ايه ده اخر؟ تنفذ اللي انا بقول لك عليه، واذا طلعت من المدرسة واشتغلت ما تحاولش تشوفني تاني ابدا، فاهم؟ ارفع. الله مرتين، لا مرتين. الله، ايه الغيبة الطويلة دي؟ انت كل مرة تروح وتقول ادولي ولا ايه؟ لكن انت عجزت كده ليه يا نجيب؟ الهم بعد عنك. هم ايه يا اخويا الواحد في سن؟ هما العيال بيعرفوا الهم كمان؟ هو الهم بيخلي ده نفسه مفتوحة قوي، يظهر كان واخد شربة زيت السنة اللي فاتت عشان كده السنة دي مش مخلي. الله حاجة ابدا، ولا حط في دماغي ايها شيء يذكر. كده وحدش الشعران. تعرف انا اسمع من هنا وافوت من هنا، ولما يفيد بيا قوي ازعق شويه الواد زلط. انا تعرف زي ايه من غير مؤاخذه؟ زي بقول البطاطا، والواد زلط هو المدخنه بتاعتي. بس كان عندي واحده. وراحت فين؟ اتعوجت عدلها. ما هو عشان تتعدل عاوزه مرتب 10 جنيه كل شهر. ليه يعني؟ ده الواد زلط طافح الكوته طول النهار وبيشتغل قهواجي ومدخنه ب60 فضه في اليوم. ايه زلط ليني انا له، وانا لو مت يعني بعد شهر هيلاقي له باجور منين؟ لكن هو لو مات في 60 داهيه هلاقي 100 مدخنه زيه واحسن منه كمان. الله، انت مالك سارح في ايه؟ في اللي زي ابوك. تعيش انت يا معلم. كلام ايه ده؟
فجر يا هذا زلطة. ايوه يا معلمي. هات 2 قهوة سادة هات. هاني. طب وازاي ما تقولناش يا سي نجيب؟ واحد ما كانش فيه دماغ ساعتها يا معلم سرحان. لكن عاملين ايه في المعايش دلوقتي يا سي نجيب؟ انا سبت المدرسة يا معلم واشتغلت. عفارم عليه، راجل طول عمرك. كريدو اليوني. بنك الكروديا عجايب، حتى الكروديا فتح له بنك واحنا لسه كده قاعدين على الرصيف. ايه هذا زلطة، هذا زب. يعني ايه؟ فين القهوة السادة؟ على النار. حاجة تانية؟ بقى ربنا مش هياخدك ويريحني منك بقى. امال حتى يعني مش هتبطل نهار؟ طب والله العظيم والله العظيم ما بطلت نهار. لا الفوت اغور من هنا. طب عليا الطلاق بالثلاثة. قلنا بلاش الحلبان المهبب ده. هو انا كل ما اجي قهوة تتخانقوا ولا ايه؟ انا اتخانقت، انت مش شايف اهو بنفسك. انت يعني لازم تستعمل المدخنة بتاعتك دلوقتي. والله انا معبي خلقه من العالم الزلط دي، لكن حاطط في حنك شراب قديم وساكت. انما عشان خاطرك انت وربنا. لكن قول انت ما بتجيش ليه؟ خلاص ما انا جيت اهو. جيت ازاي؟ ده انت لازم تيجي كل يوم. حاجي كل ليلة بإذن الله. تجيب اتفضل. يا زلطة بلاش القهوة السادة، سك على المطلوب. احنا مش ميعادنا الساعة 3 يا مرسيل. ايوه. طيب مش ده المهم. المهم انت عملت ايه؟ انا اشتغلت خلاص في البنك. لكن حذاكر برضه لحد ما اخد. ده كلام. اللي توظف ما يذاكرش. على كل حال انت نفذت اللي في دماغك، لكن انا عرفت انك ما بتحبنيش. ما بحبكيش. أيوة. انا ما بحب الهوى اللي بيخش نخشيشي. بحب طرماي العباسية عشان بتركبيه. بحب السرايا الصفرا عشان في العباسية. سيبك من الكلام الفارغ ده. انا ما اقدرش اتجوز واحد موظف ب3 جنيه وكمان ملوش مستقبل. ملوش مستقبل؟ ايه اللي قال لك ان ملوش مستقبل؟ انا يمكن صحيح ملياش يوم من الايام هبقى صاحب فرقة تمثيل، اكبر فرقة تمثيل في البلد. هتبقى صوري في الصحف، هيبقى اسمي على الحيطان. مش هعرف امشي في السكة، مش هقدر اكل طبق كشري سخن من عند عم عبد المنعم بتاع الكشري والصحف الكبير. انت بتقول ايه؟ ما تسكت يا اخي، دوشتني. ايه ده؟ انت بتحلم؟ كل اصحابي متجوزين ناس كبار ومحترمين، هدى وسميرة وبلانش وماري، وانا بس اللي بختي مايت. ايه ده؟ عايزني اتجوز ازاي وانت ما كملتش تعليم؟ مرسيل ارجوك يا نجيب سيبني دلوقتي، انا عايزه اروح. ده مش عليا من نازل، عايز ده سواق كعب عالي. أرفال يا نجيب. يلا الله. حاسب يا كمزرك، حاسب يا جدع، حاسب. اوعى يا جدع انت لا تموت. اوعى. الحمد لله كان سليمة. قوم يا فندم قوم، قوت نفسك. طول موال سابك سيبه في 60 داهية، يعني كويس لما تموت. الحمد لله جت سليمة. انا والله قلت الجدع راح. اهلا نجيب يا فندم، انت كنت فين لحد دلوقتي؟ وصلات الظهر السواق كان بيتفسح. مخيل يا فندم الباش كاتب سأل عليك النهارده ولا 300 مرة. يسأل يا اخي. هو ايه؟ هو احنا بكن مش بني ادمين لحم ودم يا اخي؟ الواحد يا نجيب يا فندم لازم يسايس اكل عيشه. سايس اكل عيشه؟ هو اكل عيش ده ايه حصان هسايسه؟ هو انا لازم اتحايل عشان اكل عيشي؟ ما دام بعمل وجبه خلاص عايزين من ايه؟ احنا بالدنيا كيكه على الهاي. هو مش كفايه التعب اللي الواحد فيه؟ لازم كمان اطاطي عشان الدنيا تركب؟ واشمعنى مخيل افندي مش مطاطي؟ ما الدنيا كلها مطاطياله وهو راكب ومتجسطن. قعد في بطن امه 7 سنين واحنا 7 اشهر. وطي حسك ابوك يا نجيب يا اخويا، احسن مخيل افندي يسمعنا. وايه يعني اللي بيزعق ده؟ نجيب افندي؟ مخيل افندي ده اصله ولا كلمه. نجيب افندي.
بس سمع هس، اسمع انت وهو وهي وهم وهن، اسمعوا وعوا. فرقة عكاشة على مسرح دار التمثيل العربي تقدم رواية عظيمة حلوة سليمة. عجبك الكلام الفارغ ده؟ قهوة تياترو على كل حال، مش احسن من قعدة القهوة؟ والله يا اخي قعدة القهوة الرصيف حتى بقى بذمتك انت، الرصيف مش احسن من هرش المخ ده؟ المصيبة يا نجيب، المصيبة عندهم امكانيات كبيرة ممكن ايه؟ انت مش شايف الناس اللي في الصالة؟ شايف العسكري الاسترالي اللي قاعد هناك ده؟ ده مش استرالي، ده اسكتلندي. استرالي اسكتلندا هم كلهم ولاد هرمة. يلا بينا يلا يلا يا عزيز يلا. بس لو ما كنتش تحكم رأيك يا نجيب. يا راجل يلا بلاش كلام فارغ. يلا يا سيدي. طيب بسمتك مش كنا رحنا حفل؟ ده راجل نص ساوي تعرف زي البيضة الجريش. والله صدقت يا نجيب، انما راجل طيب. يا شيخ بلاش قرف، ده حتى صوته بسلوخ كده زي ما يكون صوت ارنب، ودوره الباقي على النضاره اللي هو لابسها عامله زي ما يكون غمطور داير بزاير. طب ده لو عرضوه عليا للبيع ما اشتريش بجنيه حق البدله. يلا بينا يلا بينا نشم هوا بلاش كلام فارغ يلا. استنى يا فندم، انت وهو. نعم عاوزين تراخر. انتوا ما خدتوش ولا مقابله؟ انتوا مش راجعين تاني ولا ايه؟ لا مش راجعين تاني، مش راجعين ابدا. خلي ورق المقابله علشانك. ليه؟ هو البروجرام وحش ولا ايه؟ طب ده لسه في روايات دراميه يمكن تقعد قبلها. لا خليهم لك. طب تشكر يا فندم. خد يد يا خليفه. خد يد دي ورا المقابله ده، بس تعرف ما تزوق في الليله دي هقطع رقبتك. واسمع عاد، ايوه لما تبيعهم اشتري لنا سمك وعيش، وهات لنا علبه سجاير بالسمك وتعالى نتعشى. بقى التياترو مش احسن من الرصيف المهبب ده؟ عارف الرصيف ده عزيز، ده مش زي كل الارصفه. ليه بقى؟ يعني رصيف مينا ما هو رصيف زي كل الارصفه. لا أوي. انا كنت بزرع على الرصيف ده ب3 ساعات استناها. هي مين دي اللي تستناها؟ ايه اهو بقى الله يجازيها مطرح ما راحت. غريبة، هي راحت فين؟ راحت وشبعت من الوراح. انت بتحب بقى. فين دي؟ سافرت؟ لا ابدا انا اللي اتوظفت. طب وفيها ايه لما توظفت؟ مش عاجبها الوظيفة يا سيدي، عاوزة واحد بيه، عاوزة واحد مرتبه 10 جنيه. 10 جنيه؟ كنت على العباسية؟ ليه؟ انت بيتكم باب الشعرية ولا كنت عايز تثبت ان الارض كروية؟ رحت اسأل عن مرسيل لقيتها عزلت. انت بتحبها للدرجات يا نجيب؟ اكتر من الدرجات دي قوي وحياتك يا عزيز. ما تنساها يا اخي، ما الدنيا مليانة بنات، اشمعنى دي؟ عارف انها مليانة، لك ليلى بندي وبشرى بندي، مش ده حظ مهبب. احنا عاملين زي ورق الكوتشينة اللي بيرميه الأمرتي على الترابيزة، ساعات يرمي الورق صح وساعات يرميه غلط،
وانا دايما اقع غلط. ولا غلط ولا حاجة. اسمع، انا عرفت لك حتة شغلانة بالليل. يا هتقول لي فرقة استنى. طيب فين بس فين؟ بالليل هتعرف كل حاجة. كل ده كويس خالص، فرنساوي وبتعرفوا تمثيل، عندكم فكرة، لكن على كل حال انتوا لا هتمثلوا ولا هتتكلموا، انتوا هتطلعوا قد النخلة. ده طبعا غير الشرف الكبير اللي هيحصل لكم. والشرف اللي هيحصل لنا ده هيحصل مع سيادتك انت؟ حبيبي هنا مكتب ريجيسير بتاع الخواجة شمعون، الشرف عملة مش متداولة عندنا، الشرف هيحصل لك هناك وانت بتمثل في الأوبرا. عارف يا فندي انت هتمثل مع مين حضرتك؟ مع مين؟ كلها الناس بتتمنى تشوفها. واي ناس؟ الناس الاكابر، الكونتات، اللوردات، البشوات، مش الناس الجرابيع. قصدك ايه يا خواجة شمعون؟ انا عمري ما قلت كلام اقصد بيه حاجه ابدا، ما تخافش، اهو كلام وبس. المهم انتوا هتشتغلوا من الليله الجايه في الاوبرا. مش عاوز اهو ده التياترو، اهو ده التياترو بحق وحقيقي، ودول الممثلين. شفت سارة برنار عامله ازاي؟ زي ما تكون أميرة. وشفت الستات اللي معاها حاجه تشرح. معمولين فين دول؟ تروح التلاقي زي ما تكون حاطه جلد، لكن دول زي ما يكونوا عصافير. اراهن انهم بيتغدوا ملبس بس. ما هو مفيش مفتقة في باريس يا نجيب. وانت فاهم ان المفتاة تعمل ده كله؟ ده عقولنا هي اللي مفتاة. لا شفت المناظر والإخراج، حاجة تهوس، حاجة تجنن وحياتك. طب يلا بينا بقى نروح احسن اتأخرنا قوي يا نجيب. وانا شايف عمك ميخائيل افندي محمر لنا عينيه اليومين دول. الدبب يحمر عينيه، يقليهم يسلقهم. انا خلاص ما عدتش داري فيهم. كفايه عليا الاوبرا، كفايه عليا الاوبرا وخلاص. وهي الاوبرا دايما يا نجيب. طيب اوي، الطيبه بتشر من كانه. طيب انا هسيبك بقى، تصبح على خير، بس لازم تيجي البنك بدري. ها احنا بقالنا كام يوم بنتاخر يا نجيب. ايه بدري ولا بخري؟ هم هيعملوا فينا ايه؟ هيزنقونا؟ اوعى تروح بكره على العباسيه. تعرف انا لو فضلت شهر مع ميخائيل افندي ده، روح على طول. حكاية. انت بتضحك على ايه؟ هي دي حاجه تضحك؟ يا سلام، اما فصل بقى فصل عشان تنبسط. ادي احنا فضينا يا عم. احسن يا شيخ، عشان نسمع الشيخ رجب. اعوذ بالله، ده صوت ميخائيل افندي ارحم. ايه بقى ميخائيل افندي نافذك؟ الله، ما تسيبنا بالسيره دي بقى يا اخي. اسيبنا ازاي؟ هو في سيره احسن مني؟ انما ده بعد ما طلعت انت ما بقاش بالك، ده بقى عنكبوت. انت بقى هيبقى منظر ايه ده راخ؟ طب هقابله بكره الصبح. لو انت هتقابله تعمل بيه ايه؟ ما تبعد عنه. لا ابعد عنه ازاي؟ ده كلام لازم اقابله واتكلم معاه كمان. انت غاوي خوت الدماغ. انا غاوي انبساط. ده هتبقى مملكه معاه بكره اللي بتبقى دراما على دماغه. انا حاكم اليومين دول نفسي مفتوحه على الرفد. نسيت اقول لك ان توفيق اخويا اشتغل في المحكمه المختلطه، يعني اقدر اترفد لي شهرين ولا مفيش خوف. يا نجيب كل عيش واسكت. وده عيش ده فيلم هاري. اسمع، انت بكره تقابلني ظهر في قهوه حلوه، الرصيف اللي بتقعد عليه انت وتهز رجليك، ده مش زي كل الارصفه. ايوه عارف، ما هو مرصوف بقلبك مش كده؟ ما تفكرنيش احسن انا مستوي خلقه. المهم تقابلنا. ادخل. في واحد بره عاوز جنابك. عايزني عشان ايه؟ قلت له عاوز ايه؟ قال لي ان جنابك اللي عاوزه. طب مش تسأله عن اسمه يا جدع انت؟ اسمه نجيب افندي. نجيب افندي؟ نجيب افندي ده ايه؟ شكله ايه نجيب افندي ده؟ جدع طويل عريض كده عامل زي الزرافه. يكون الجدع بتاع النور عايز فلوس. اقول له ان جنابك مش هنا واطرقه. روح طرقه واجري يلا. ولا اسمع
روح هات. مساء الخير يا فندم. نعم، اي خدمة. سيادتك بعتلي علشان اجي اقابلك. بعتلك انت؟ امبارح على القهوة قال لي روح بكرة قابل مدير جوع عكاشة. اهلا وسهلا. شوف بقى يا سيدي، عندك الحيطة اللي بتقابلك في الوش اول ما تدخل، شفتها؟ الحيطة؟ ايوه شفتها، مالها؟ انا بقى يا سيدي عايز اهدها واعمل قطوع في الوسط، يعني عايز افتح باب ينفذ على ورا. بس يا انا في الحيطة. الحيطة؟ سيادتك جايبني هنا عشان تاخد رأيي في الحيطة؟ ما انا هاخد رأيك وعلى طول نجيب المونة وكل اللازم ونشتغل على طول. عايز تاخدها مقاولة على كيفك، نجيب احنا الحاجة وتاخد مصنعية على كيفك برضه. قلت ايه؟ حضرتك متعلم، ده مين الناصح ده اللي قالك عليا؟ يا سلام، ده انت معلم قد الدنيا. معلم؟ ليه؟ حضرتك شايفني لابس لاسة؟ شايفني داخل عليك بجلابية بلدي؟ الله الله الله، انت زعلت ولا ايه؟ صحيح الشغلانة مش قد كده. على كل حال الجايات اكتر من الرايحات. الدور ده حيطة، وبكرة مين يعرف يمكن الحال يتعدل ونبني تياترو. ايه؟ بذمتك انت مش مكسوف من نفسك؟ مجرجر شحط طويل عريض زي حالاتي علشان تتريق؟ عاوز تبني حيطة حضرتك؟ الله، لا اسمع ما اقول لك، عاجبك الشغل اشتغل، مش عاجبك اتفضل، انما اوعى تقل ادبك، فاهم ولا لا؟ بقى جايب ابن حيطة وكمان بتهزقني؟ اللي مين يعني؟ سلطان تركيا؟ ملك الصرب؟ هتكون مين يعني؟ واحد عاوز يبني حيطة. امال يعني انت عايز تبني ايه؟ هرم لما اقعد نفوخك. امشي نجر اخرج بره، راجل عديم التربية. انا اللي عديم التربية يا موميا؟ بذمتي انت ما ينفع فيك غير تابوت ويحطوك في بحر. ده جايبني هنا على شد حيطة. انا حيطة؟ يا فراش يا فراش، انا هجيب الفراش يرميك بره يا غبي. فراش في عينك راجل، ما تختشيش. انت عاوز فراش يصب لك صوان، عاوز مقرئ يقرا على روحك راجل خزع. ايوه متر. ايه متر؟ ده متر ده بره الجدع ده. اوعى كده. ايه يعني حرام تحت الدوان. يلا بره. ما عرفتش نجيب راح فين يا ابني يا توفيق؟ هعرف منين يعني؟ هو ده حد عايزه بره؟ ده راجل على كيفه، والبركه فيك انت يا ست. قصدك ايه يا توفيق؟ قصدي انك انت اللي ضيعتيه بدلعك له، بتصرفك معاه. طفش ازاي يا توفيق؟ اهو ده اللي انت شاطره فيه، لما نيجي رجاله تعيطي. مين؟ افتح يا توفيق. اهلا خالي، اهلا بيك يا ابني يا توفيق. انت كنت خارج ولا ايه؟ لا ابدا يا خالي، ده انا لسه جاي من بره. مساء الخير. بتعيطي؟ لا ابدا. ايه الحكايه يا توفيق؟ سيناجيب يا خالي. ماله سيناجيب؟ هو الولد ده مش هيعقل بقى؟ هيعقل ازاي؟ ما دام ماما مدلعاه. انا يا توفيق. لا اسمعي امال يا لطيفه هانم، الولد نجيب ده ولد خايب، انا بصراحه بستعر منه. احنا ناس موظفين في الحكومه ولينا مكافي. يا نهار، طيب ما يسوق احسن. قول لها والنبي يا خالي، لو الاخر طفش من البيت وهو غايب بقاله كام يوم ما حدش عارف راح فين. يروح في 60 داهيه، ان شاء الله يروح ما يرجع. ابراهيم مالكش حق تقول كده. ماليش حق ازاي؟ الولد الخايب موته سترة. بعد الشر عليه. يا ترى تعيطي عليه بالشكل ده لحد ما يطلع شيال في المحطة، بكرة تقولي يا ريت اللي جرى مكاني. استأذن انا سعيدة. ايه يا خالي ما تقعد شوية؟ لا مش قاعد، سعيدة. يا سلام يا سلام، هو ده الجو، هو ده الجو اللي انا اموت فيه. نفسي اعيش عمره كله في جو زي ده. ببقى عاوز اطير زي ما الكلية بيحب، مش المكتب. الواحد يبقى قاعد مكتف زي ما يكون ديك مدبوح، والواحد ان كان لقمة يفضل مصران ويلوي عليه طول النهار. انما هنا شوف هنا، الواحد ان كان خشب بيهضمه. انا في مصر
هنا مستعد اصارع اسد، مستعد اطلع نخلة وانزل 20 مرة، مستعد اقلع هدومي وانزل في البحر واعوم لحد شبين. ايه الحكاية؟ انت يعني في لندن؟ ده انت باين عليك جدع هوائي قوي. هوائي بس؟ ده انا هوائي وريحي وكل حاجة، لكن انت ما انتش هوائي. لا انا مش هوائي ولا حاجة. امال ايه اللي رماك في طاسة الفن؟ ايه اللي خلاك تتقلب على النار زي السمكة اذا ما كنتش هوائي؟ اللي خلاني اتقلب في النار اكل العيش يا استاذ. طب ده انا كنت اجدع حلواني في شارع عبد العزيز، الله يجازي اللي كان السبب. حلوان نافة من اللي قلبك يحبها. قول كان حر قوي والناس ما تحبش الحاجة الحلوة في الحار. من غير مؤاخذة قول باتت في المحل كام يوم، يعني قول بعناها في النهاية. ايه رأيك جت العساكر قفلت المحل وخدتني من الدار للنار؟ ليه؟ قال ايه؟ كم واحد شالوه من عند الحاج ادريس. غريب. وعملت ايه؟ هعمل ايه؟ ظلم بعيد عنك. افرض ان السم حتى هرى مصارينهم، طب وانا مالي؟ انا رشيت سم على الصينيه، مش ده حظهم؟ فعلا حظهم مهبب. وبعد السم ده بقى اشتغلت بالتمثيل. اعمل ايه؟ ربنا يعدلها وعنها وحياتك. ادي احنا مع احمد الشام من مشرقها لمغربها، واذا ربك مش عاوز يعدلها ابدا. انت عاوز يعدلها معاك يعني تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تشتغل في الكوميدي فرانسيز؟ فرانسيز مين يابا وبتاع ايه؟ ده شغل الصياعة من غير مؤاخذة. فعلا مفيش احسن من كار الحلوان. امال ايه اللي يشم ويحس وعاوز اصرع اسد وعاوز اطلع نخلة؟ كلامك ده اهو كلام حكم. انا مجنون، وبيني وبينك انا قصدي بحب الشغلة دي من جناني. ده شغل الصياعة يابا. عامل ايه؟ مجنون. ربنا يلطف. النهارده عاوز تمثيل نظيف يكون في معلومة يعني. كل شيء هيبقى لسه بإذن الله. وانت يا أخي نجيب صوتك اللي عامل زي صوت الفحم وهو بيتحرق على الجوزة، مش عاوزه يعلى النهارده. طيب وانا بس هعمل ايه في صوتي؟ شوف لك طريقة يا أخي. امبارح وانت بتعيط الناس ضحكت، إذا ما كنتش هتشوف لك طريقة لصوتك ده يبقى اشتغل مونولوجيت صح. يكون في معلومك البيل مأمور والست بتاعته هنا الليلة دي. مفهوم يا فندم مفهوم. يلا كده بقى وروني جدعنتكم. لو البيل مأمور خرج زعلان الليلة دي هتبقى ليلة سودة على دماغتكم. ايه الحكاية؟ البيل مأمور. انت طالع فيها قوي يا نجيب. انت يعني في ديك الساعة لما يتفرج عليك البيه المأمور مش تحمد ربنا يا الدلعادي؟ يا شيخ احمد ربنا على ايه؟ يعني مشاعرنا قوي. شوف يا اخويا الباطر، ده انت لو ما كانش احمد الشامي ما كنتش عمرك اشتغلت في تياترو. انا؟ انت غلطانة يا ست هانم. صينية بالنار ده اهدر اخرى يا الدلعادي. شيل الله يا صينية يا ام بالنار. تاتيك البلولية. انا عارف انت اللي رماكي على الصنعة دي. انت كنت حلوان انت رغرة. بتقول ايه يا الدلعادي؟ نجيب انت هتتلم احسن لك ولا ايه بقى؟ وما تلمش علي ينعل ابو الزمن اللي ورا وشك. يا خبر اسود، انتوا شاهدين يا جدعان؟ يا شيخة تفوت منه، ده مجنون. مجنون على روحي يا الدلعادي مش عليا انا يا سي ادريس. زي ما بقول لك يا نتيبة والله ده جدع مهبوب في عقله، الله يكون في عونه. يلا يلا بينا تعالي معايا انا.
الملك الهمام، الحرب على الأبواب ننتظر أمرك. هو ده البيت معمور يا راجل مثل امال بلاش خلينا نفارق دلوقتي. هو لو عجوز كده عامل زي الباب المخلع. يا راجل احنا مالنا ومال الناس. أيها الملك الهمام، الحرب على الأبواب والكرب في الركاب، ونحن عبيدك ننتظر. أيها الوزير، ماذا تخبئ لنا الأيام؟ مش معود مراته، دي بنت قد عياله. مرحبا بالحرب يا مولاي، النزال، الطعام. بيكلموا بعض. بتقولي حاجة؟ انت سلمت تاني؟ انا صاحي. لو كنت صاحي كنت شفت الممثلين وهم بيكلموا بعض. ما هم الممثلين لازم يكلموا بعض يا حبيبتي. بقول لك بيكلموا بعض، مش قصدي في التمثيل، لا دول زي بيكونوا بيستلفوا من بعض. ما الفرق دي فقيرة، تلاقي الممثلين اللي فيها بيستلفوا من بعض. ولا فيش مكان يستلفوا فيه غير على المسرح. احنا مالنا يا مرسيلة؟ طب نام يا اخويا تاني نام. انام ازاي تاني بقى؟ ما ننطر من عين اهو. نام، ما هو ببلاش برضه فرصة. وحتى بانهم هيخلصوا هم. خلاص يا ستي يلا بينا. اتفضل يا سعادة البيت، سلم على الجو. لازم يعني يا شام الحكاية دي؟ يا سلام يا سعادة البيت، ده شرف كبير هيحصل للجو النهارده. يلا يا مكسيد نسلم على الجو. يلا يا سيدي، مش ببلاش رخرة. يلا. اللي قام بدور الملك. اوه عظيم خالص. مين؟ مارسيل؟ غرابة انت كنت زي الوردة يوم البيه المأمور ما كان في التياترو. مش عارف ايه اللي صابك من ساعة ما شفته. انت أنا فيه تكون يعني انخرعت ساعة ما شفت البيه المأمور. انخرعت؟ ايوه، ما هو انت راجل حي وبني ادم وحاكم، دي شغلانة صيع ومقاطيع. ربنا يتوب علينا بقى من الشغلة المهببة دي. نادر عليا نهار ما افتح الدكانة بتاعتي تاني ما حد واقف جنبي يساعدني غيرك. تعرف يا نجيب كان بيلهب 60 فضة كل يوم. ده غير بقسيس الزباين. وعاوزني انا اقف معاك؟ بإذن الله محدش هيقف معايا غيرك. مش احسن من الشغلة المهببة دي؟ انت بقالك 20 يوم مع احمد الشام، خدت ايه؟ ولا حاجة. خدنا. عاوز حاجة يا نجيب؟ قول لي اذبح لك فرخة واسلقها. كتر الف خيرك يا ادريس، كتر الف خيرك. انا عاوزك تعمل لي خدمة يا ادريس، بس ما تقولش لحد. اجيب لك رطل اللحمة واسلقه؟ لا 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 لا، انا عاوزك تدور على بيت المأمور. يا نجيب. ايوه ايه في حاجة؟ انا عاوز الست مرسيل. عاوزني عشان ايه؟ هي حضرتك؟ ايوه اتفضلي. تعال. جواب من عند واحد قريبك قوي بيموت. قريبي؟ وريني مين هو ده؟ واحد مشخصات الجوء الشامي اسمه نجيب الريحاني. نجيب الريحاني؟ نجيب الريحاني مين؟ انا معرفوش. مرسيل خليها تتفضل. مرسيل الحمد لله، الحمد لله اللي شفتك قبل ما اموت. ايه اللي جرالك يا ابني؟ مالك يا نجيب؟ ايه اللي خلاك تسافر لوحدك يا ابني؟ ليه ما قلتليش يا نجيب؟ تشوفك قبل ما اموت كنت فاهم ان المأمور ابو 10 جنيه، كنت فاهم المأمور ابو 10 جنيه يمنعك، ما كنتيش عاوزة تتجوزيني وانا باخد 3 جنيه. دلوقتي انا مش صور في الجرايد، شفت صوري في الجرايد، شفت
بكرة يا ابني ربنا يديك اللي في نفسك كله. بلاش عياط يا نجيب، بطل عياط يا ابني، ما تخافش يا نجيب. بس في قلبي ما بقاليش حد في خالي اللي طول النهار نازل تقطين فيه، ولا توفيق اللي طول الليل سامن بدني. مرسيل أنا أمك يا نجيب، أنا أمك يا حبيبي. أمي شد حيلك يا نجيب، شد حيلك امال يا ابني عشان تقدر ترجع مصر. يا فندم انت هتعتذر للست عزيزة وهي كمان هتعتذر وتنتهي الحكاية. حكاية ايه اللي تنتهي؟ احنا خلاص انتهينا من المسرح كله. مش فاهم قصدك يا نجيب افندي. الكلام الفارغ اللي احنا بنقوله ده، البدله المخططه اللي احنا لابسينها، كل ده هنبطله، والمقشه اللي عاوزين نمثل. تمثلوا؟ ايوه. هو التمثيل بالساهل كده؟ ده انتوا عشان تمثلوا لازم تقضوا 20 سنة بالشكل ده. اسمع ما اقول لك، احنا معانا روايه مترجمه اهي، فصل واحد مش اكتر. خدها اقراها، اذا عجبتك انده لنا نمثلها، ما عجبتكش انده لنا. مبروك يا عزيز، مبروك قوي، مبروك قوي قوي. اهو كده التمثيل ولا ده كفيه. انا كنت متصور ان ساعات بتضرب فينا بالبراطيش، ما كنتش واثق من نفسي. تعرف ساعة ما زقفوا افتكرت انهم هيحدفونا بالطوب. حاكم صوتنا 2-1. نهار ما ضربونا بالطوب في طنطا افتكرتهم بيسقفوا. من خبت العريضة انحنيت للناس. مبروك يا نجيب. الله يبارك. النهارده هو عيد ميلادنا الحقيقي. تفتكر نترجم ايه تاني؟ انا قريت امبارح رواية من فصل واحد حلوة قوي، بس الاسم يعني مش عاجبني. اسمها ايه؟ حبيبة شارلي. وماله الاسم يا نجيب؟ ما هو جميل كده. يا راجل شارلي ايه وبتاع ايه؟ حبيبة عويس. عويس ايه يا راجل بتاع ايه؟ انا رأيي كل حاجة تفضل زي ما هي. العمل الفني لابد من احترامه. ايوه، لكن ده عمل فني كان مكتوب لبيئة تانية وذوق تاني خالص. علشان تنقله هنا لازم تقلبه شوية يفضل زي ما هو. يا عزيز يا اخويا خد لي بالك، البن واحد في كل حتة، لكن هنا القهوة شكل، وفي فرنسا شكل، وفي استراليا شكل. كل ناس وليهم ذوق. يا سلام، البنت ترقص زي ما تكون تعبان، وهي تعبان فعلا. من يوم ما شفتها وانا حاسس بعضة في قلبي. سلامة قلبك يا استاذ. ودي انهي فيهم دي؟ ده ايه اللي بالوسط؟ هو في غيرها؟ ما تصلي. ايوه دي في اسم في الشكل ده؟ ايه يا بلية فيه؟ كل ذنبها كده ما غلطش، هي مصابني فعلا. قدر وصدمنا، عمود ملبن وصدمنا. تعرف انا مسميها ايه يا زلطة؟ ايه؟ بديع الصبر. اشوفه ازاي يا استاذ؟ ده بعيد عنك بقى 100 حته. ملقح في القصر العيني عادي مش قادر يقف. لا يا شيخ، هو ايه اللي حصل؟ الانجليز كسروا القهوه وكسروه. اخص على كده، كان فرحان مسكين عمل لهم كذب، الله يخرب بيوتهم. فكرني يا زلطة بكره نروح له فين؟ في القصر. وراحوا القصر العيني وعملوا دوشه وخدوا معاهم. مسكين
كان فاهم الحرب قامت عشان قلبه الابيض ودمه ساح، قلبه بقى احمر يا زلطه. ولا مسكين صعب عليا. اسمع يا زلطه، دي اخر ليله لينا في المسرح ده، من بكره هنتنقل على مسرح تاني. يا خبر دليلنا، وفاهم ان الاقبال ده بسببه هو. انا عاوز اوريه، عاوزه يفهم انه لو كان عليه هو ومراته ما كانش التياترو يجيب ريال فضه. الذل اللي شفناه عنده هطلعه على عينيه. يا استاذ فكر في الموضوع ده كويس. ذل زي بعضه، دي النفس الحلوه ليها الجنه. فنان موهوب مفيش كلام. شك يا استاذ، بس ما فيكش روح المغامره. فنان لازم يكون مغامر. يعني انت فنان مع وقف التنفيذ. يعني يا استاذ هو الفنان لازم يصوع؟ ما الواحد ياكل عيش وهو ساكت. ابدا، بس لازم يغامر، ولو كان على اكل العيش كان زمان قاعد في البنك وانت قاعد. ما تخافش، احنا دلوقتي بقينا كبار قوي، ولما الواحد يكبر ما يخافش. عارف لو قلنا ريانة فيك الناس برضه هتضحك وتنبسط. يعني مفيش خوف يا استاذ؟ لا مفيش خوف ابدا، احنا نجحنا وخلاص. النجاح مش سهل، واحنا والحمد لله مش منعينك بشرف افندي. اهو بشرف افندي ده حريف فشل غاوي. انت ما كنتش غاوي حاجه في زمانك يا زلطه. امال كنت غاوي ازازه لب. اهو بشرف افندي ده زيك بالظبط، غاوي يأزأز فشل. وهنشتغل في اي مسرح يا استاذ؟ مسرح الرينيسانس. كان يفكر في دنيا. ايوه، صوري بقت على الحيطان صحيح، صوري بقت ماليه الجرايد. الله يمسيكي بالخير يا مرسي. مبروك يا مرسيل، مبروك يا حلمي. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك يا سميرة. يا اختي عليها زي القمر. لا انا هضطر ارقيها بقى. ما تخافش، انا ما بعرفش احسد، بس خد بالك منها من عينين الناس التانيين. محدش يشوفها ابدا. بالحق انت ابن حلال يا حلمي، صبرت ونلت، وانت كمان يا مرسيل بنت حلال، ربنا عوض صبرك خير. ميرسي قوي يا سميرة، بس اوعي ما نشوفكيش. انا اقدر، اول ما ترجعوا من شهر العسل هنط عندكم طول النهار زي ابو فصاد. ايوه بالنهار بس، لكن بالليل اوعي. ما تخافش. 20 شارع رياض محرم بيه. طيب مع الف سلامه. مع السلامه يا مرسيل. هاتي بوسه بقى. مع الف سلامه. الله يسلمك. ما احنا بننتقل على احسن. والله انا خايف ننقل مره على القهوه، احنا قاعدين الدور ده يا زلطه رايحين مسرحنا، مسرح الايجيسيانة. انا وراك مسرح مطروح، ان شاء الله يا رب تروح في داهيه. خلاص يا زلطه مش هنروح في داهيه ابدا، يظهر الدواهي خلصت من الدنيا. الحمد لله، يظهر ان كلها راحت في المعاش. يا شيخ انا بقول يمكن مات، ما هو كان علقه، انما علقه بحقه حقيقي. طب وحياة سيدي الشعراني الضرب اللي كلته كله في 10 سنين كانوا هو في علقه واحده. انت يا زلطه مش هتغفر له، ده ربنا بيغفر. عشان ربنا، لكن انا زلطه. مساء الخير يا استاذ نجيب. اهلا. الله ويكرمك ويبارك فيك ويخليهم لك. الاستاذ امين صدقي مؤلف الفرقه. يا 500 اهلا. اهلا وسهلا. انا كنت عايزك في مساله كده. قوي عن اذنك يا زلطه. اتفضل. تعال يا استاذ امين، اتفضل. خير ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا. عاوزين 4 تذاكر.
ده احنا جايين من اخر الدنيا يا راجل. على كل حال انا تحت امرك يا فندم، لكن هعمل ايه بقى؟ المسرح ما فيهش ولا كرسي واحد فاضي. طب حط لنا كراسي في اي حته او اتصرف بالسلام. والله احنا عملنا كده فعلا، ما فيش ولا شبر واحد فاضي يا استاذ. اتفضل سيادتك بنفسك شوف المسرح. ما دام كده بقى احجز لنا بكره بقى، نقعد في مصر بكره عمرنا لا. يا سعادة الباشا، الحكاية اللي كلمتك عنها ما تمش فيها أي حاجة. أنا آسف أوي يا مدحت بيه، امبارح ما قابلتش ولا واحد من الوزراء. ليه بقى يا باشا؟ لازم ما خرجتش من البيت؟ بالعكس أنا خرجت وسهرت، لكن تقول إيه بقى للحظ العجيب ده اللي اسمه الريحاني؟ من حق الراجل ده عامل دوشة في البلد كلها، ده أخباره بقت أهم من أخبار الحرب. أنت شفته يا مدحت بيه؟ أبدا وحياتك. طيب إيه رأيك نروح لبكرة؟ أمر سعادتك، نروح بكرة. ده نخب نجاحك. ايه الحكاية ده؟ مش نخب ده، دي بقت ازازة. طيب نشرب ازازة نجاحك. اشربي ان شاء الله تشربي بهن. هنرجع للتريقة تاني. تريقة؟ ده ايه الحظ الاخضر ده؟ نمثل درام الناس تضحك، نتكلم جد يفتكروها تريقة. طيب وحياة امي اعز شيء في حياتي، وحياة امي انا ما بهزر، انا بتكلم جد. انت ايه سكرت؟ يا ترى ده ايه تراخى؟ مين؟ المعلم سرحان؟ خير ان شاء الله. ايه ده؟ ايه انت مربوط كده ليه؟ عدم المؤاخذة يا نجيب، انا بس جاي اسأل على الواد زلطة. هو بيته. خش يا معلم سرحان، خش. اتفضل اقعد على الكرسي. ده الواد زلطة حكالي على الخناقة بتاعتكم. تكرم يا نجيب، انا في الحقيقة خايف اجيلك والله. خايف من ايه يا راجل؟ كنت بصراحة مكسوف قوي، فاكر انك زعلان مني يعني. انا زعلان؟ القهوة لا معلش، حقك على اسم نجيب. يا راجل انت لسه فاكر؟ طب ايه رأيك ان انا مش فاكر؟ لا انا غلطت برضه يا نجيب، على العموم انا مستأسف خالص، حقك عليا. وكمان عاوز اشوف الواد زلطة عشان ابوس راسه. ده انت عاوز تشوفه عشان كده؟ لا انا كنت جريمة، مش هم اللي اعتدوا عليك؟ خمونة يا نجيب. طب واللي خلقك انا اضرب قرطة عساكر انجليز بزيها، لكن هم خموني، ضربوني غاز يا نجيب والله العظيم. الله، انت بتعيط يا معلم سرحان؟ لا مش بعيط من حاجة يا نجيب، انا بس مقهور بغيظة يفرتك نفوس. انما واللي خلقك ما ارتاح الا اذا كلت 1000 انجليزي. انا يضربونا يا نجيب، يضربونا. روق بقى مال، روق. اجيب لك حاجة تشربها؟ معلش تشكر يا نجيب، انا بس عاوز اعرف بيت الواد زلطة، استخبى عنده كده كام يوم، ودوني اللومان. عشان ايه؟ هو انت عملت حاجة؟ مش هم اللي ضربوك؟ تقول ايه للظلم يا نجيب؟ لكن هو مين ده؟ طب واللي خلقك انا لازم اخد طاري، انا يضربوني انا يا نجيب، انا يضربوني. خلاص المهم دلوقتي خليك قاعد هنا لحد الصبح، وبكره زلطة هيبقى في المسرح وان شاء الله تقدر تقابله. والمسرح الجديد الانجليز بتشغل في الشارع ده زي النمل. فعلا هما بيشغلوا في الشارع ده. انت بتضحك على ايه يا نجيب؟ اعمل ايه؟ ما هو شر البرية بقى يضحك، وانت يعني كان لازم تصاحبه. قلة عقل بعيد عنك، لكن معلش يا معلم سرحان، معلش. الله، المعلم سرحان في البيت عندك. اما ده منظر هو مربط، وده منظر يضحك ده يا زلطة؟ ده الراجل واكل ضرب لما طفح الكوتة. احسن يا ما تفح لي الكوتة وعاوزني عشان يقدر. هيستخبى عندك كده كام يوم؟ استخبى عندي انا؟
ليه؟ هو انا ساكن في مخبأ؟ يا زلطة الناس لبعضيها برضه. وما كانتش الناس لبعضيها ليه زمان؟ خد ال5 جنيه دول اديهم له، جايز يكون محتاج حاجة يا زلطة. وهيحتاج ايه ده؟ هو ده صنف يحتاج حاجة؟ يا زلطة يا راجل، ده راجل طيب، وانت كمان لازم تنسى يا اخي. انسى ازاي يا استاذ؟ كده لحم ودم. وهو انا يعني طوب وزلط؟ هو انا بسامير وخشب؟ ما انا لحم ودم حال. لا هو سرحان كان هيعمل معايا ايه، لكن اللي عمل فيا سرحان بتاعي انا. الله، انت راجل كنت تشتغل في قهوة يا استاذ؟ لا، ومع ذلك كان ليا معلم برضه زي المعلم سرحان، بس بقى ده كان اسمه بشارة افندي. ومن غير مؤاخذة كان مناش بتاع المخايل افندي راح قالها له، ويا ريت قالها له زي ما قلتها انا، لكن المصيبة انه زود عليها 10 كلمات من عنده. اما راجل بطال صحيح. وعملت فيه ايه ده؟ لا ولا حاجة، فات عليا من كام يوم وعزمني على فرقة هواه اروح اتفرج عليها. وهتروح؟ ايوه. الله، لا يكون عامل فيك مغرز. ده مغرزه مش من النوع ده. المهم بالليل بقى ناخد بعضنا ونروح للمعلم سرحان. خليني اعرف اتكلم معاكي كلمتين. دي اسطوانة حلوة قوي يا مارسيل. واحد ما عادش في دماغي الحاجات دي. لانه واكل عقلك يا حبيبتي. هو مين ده؟ حلمي. هو في حد غيره؟ حلمي. في الحقيقة يا سميرة ايه، لقطة ولا لا؟ انا مش قادرة افهمه ابدا، احواله غريبة مش قادرة افهمه. سلوك الله، انت مش فاهماني برضو يا سميرة. طب ما تفهميني. لا مش عارفة، مش قادرة يا سميرة. يمكن علشان انا لسه ما فهمتوش. فاهم ايه يا اختي ده؟ انت بتدلعه وبس. مش حكاية دلع يا سميرة، بس هقول ايه. المهم خليني اشوفك، ما تبقيش وحشة بالشكل ده. أرفار بقى. أرفار. اهلا اهلا بشارة فندي، اهلا. اتفضل شكرا. انا خايف يا استاذ نجيب اكون جيت في وقت غير مناسب. لا ابدا، بالعكس، ده انت جيت في وقتك. كويس. يعني هتروح معايا نتفرج على الفرقة النهاردة؟ ما عنديش مانع، انا حتى النهاردة كنت بفكر اروح فين. دماغي النهاردة في، اذا كان على الشغل انا مستعد اشتغل زي المكنة، لكن المشاكل التانية، المشاكل يا بشارة فندي. مشاكل ايه بقى؟ هو انتوا كمان عندكم مشاكل؟ الامر ما بيخلاش يا بشارة فندي. مشاكل ممثلين، مؤلفين. المؤلف عاوز ياخد نص الإيراد، نص الإيراد. تصور ده حتى التأليف ده حاجة. يلا ده مستوى عظيم جدا، دي رواية أنا مستعد أقدمها عندي. ما تقولش كده امال يا نجيب أفندي. أنا بكلمك جد. مين اللي كتب لكم الرواية دي؟ يعني حلوة قوي؟ هي حلوة معاك، دي رواية صحيح. اللي كتب الرواية دي فنان. اسمه ايه؟ يعني عجبك صحيح يا نجيب أفندي؟ امال بهزر، عجباني قوي. بقى اللي محسوبك هو اللي كتبها؟ مش معقول انت اللي كاتبها يا بشارة فندي؟ بقول لك جد والله، لكن بيني وبينك كنت بتكسف اقول. تكذب ليه؟ هو انت عامل جريمة؟ ويعني التأليف ده برضو حاجة مش قوي، خصوصا انا سكرتير مدير البنك يا نجيب. طيب اسمع يا بشارة فندي، قول جد. جد قوي. وتمثلها؟ امال هاكلها. اجيب لك واحدة بكرة؟ هتكتب رواية من هنا لبكرة؟ ايه هو ده معقول؟ لا انا عندي كتير في البيت. كده هاتهم كلهم، هشتريهم منك كلهم، ايه رأيك؟ طيب بكرة بعد الظهر هكون عندك. شوف يا بديع، احنا هنقسم المبلغ سوا، انت 15 جنيه وانا 15 جنيه، ايه رأيك؟ انا ما عنديش مانع، بس اسمع. نعم. اوعى يكتبوا اسمي في الاعلانات. لا دي عليا انا. خلاص يبقى ما فيش مانع. انت عارف انا خوجة في نظارة اي خوف، اسمك ده مش هيظهر ابدا، هخليهم يكتبوا اسمي انا.
برافو برافو نجيب افندي، مدهش. شكرا يا ميخائيل افندي، هي حاجه والسلام. فعلا انت بتضحك. يعني سيادتك ضحكتي؟ ياه كتير قوي. يعني مش باين على فارغ اللي هو بيعمله هنا ده، لكن انا مبسوط. ده مش كلام فارغ يا ميخائيل افندي، ده بشار افندي مؤلف كبير. مؤلف كبير؟ انت معتوه. بشار افندي ما يعرفش يألف كلمة واحدة. اللي بيألف ولد خوجة مكسوف يكتب اسمه. سعادتك بتقول بشار افندي الولد ده. ولد اسمه ايه؟ اتكلم. اسمه بديع افندي خير. انا رأيي نسميها على كيفك. على كيفك. على كيفك اسم كويس مش بطال، بس انا ليا اعتراض على كام والرواية التانية امتى بقى؟ بعد شهر. شهر مش كتير يا استاذ بديع. بالعكس ده وقت مناسب قوي. بس انا شايف علي كسار بيعمل كل اسبوع رواية. وماله، احنا كمان 10 اشهر هيبقى عندنا 10 روايات، نبقى نقدر نقدم كل يوم رواية. طيب شد حيلك يا استاذ بديع. خليها على الله، وان شاء الله لما اخلص من الامتحانات هقدر اعمل رواية. ده كنز بحق وحقيقي. يا عبد الله رزقك وراك والرزق على الله، مطرح ما تجري يا عبد الله رزقك وراك والرزق على الله، مطرح ما تجري يا عبد الله. بس اعوذ بالله. ايه ده صوت ده ولا لحن ده ولا بابور طحين؟ وهم ذنبهم ايه بس يا نجيب؟ ذنبهم ايه ده؟ مش هم اللي بيغنوا؟ الغنى ما هو كويس، العيب في اللحن. واحنا مش هنلاقي حل في المسألة دي. مش باين. ما هي دي. انت مش ناوي تشتغل معايا على طول ولا ايه؟ ازاي بقى؟ انا ما بشتغلش الا معاك وهفضل اشتغل معاك على طول. ما انا عارف انك بتشتغل معايا وهتشتغل معايا على طول. انا مش قصدي كده. امال انت قصدك ايه؟ قصدي حكاية التدريس دي مش تبطل تبقى خوجة بقى. بيني وبينك انا بفكر في الموضوع. اسمع، سيبك من حكاية التدريس دي، انا عاوز تنقطع للشغلة دي. بس يا نجيب. بس ايه؟ خايف لا تصوع؟ ما تخافش، مش هتصوع لوحدك، هصوع معاك انا راخر. يعني فكر في الموضوع ده كويس، وبالمرة ابقى فكر في حكاية الملحن دي. ايه الحكاية؟ يعني الريحاني نازل في روايات اليومين دول. ولا يهمك، احنا هندغدغه. الرواية الجديدة ايه يا استاذ امين؟ اسمها احنا اللي فيهم. حلوة والنبي يا استاذ امين، احنا اللي فيه. وعملت ايه يا ثانية مع الواد اللي بن صابعي زي ما يكون حبر. يعني هيسيب الريحاني؟ ما يسيبوش ليه؟ ده انا ثانية والاجر على الله. وان جه تبقى تعمل له دور يا استاذ امين في الرواية الجديدة. مفيش مانع، وديني عارف الكاركتر بتاعه، يعني مش هيتعبني الدور، بس هو يجي. انت مش عاوزة تجير يعني؟ انا ما سرقتش حاجة. سرقتيش حاجة؟ عجيب والله. يعني الكابتن الانجليزي هيكذب؟ انا بقول لك ما سرقتش حاجة. بقى يعني عاوزاني اكذب الكابتن الانجليزي واصدقك انت؟ وليه لا؟ هو يعني الانجليزي كل حاجة انجليزي بيريفكس. ابرة البابور الانجليزي بيريفكس، يبقى الكابتن مش بيريفكس. انا مش حرامية، انا ست شريف. وانت يظهر ست مخبولة، جرجرها يا عسكري ارميها في التكشيبة. انت عاوزاني اصدقك يا بنت واكذب الكابتن الانجليزي؟ بقى ده مش شغل جنان يا عالم. عدم المؤاخذة يا أستاذ سلطة، حلوة أوي دي. أيوة كده مفهش. طب خد يا أستاذ سلطة، ما هو كل حاجة اتشقلبت في الدنيا دي خلاص. واد إنجليزي يضربني وأنت بقيت أستاذ. خد. إيه ده؟ 20 جنيه. بتوع إيه؟ بتوعك يا سلطة، ما أنا خدت منك كتير. كتير إيه وبتاع إيه؟ ده أنا لو كان ليا فلوس عندك ما خدهمش دلوقتي، اخدهم منك لما ربنا يسهل لك. ما هو سهل الحمد لله. بسمع بقى، اخر مرة اسمع فيها كلمة وجدي. طب والله العظيم. طب ما تحلفش. خد ال 20 جنيه دول، خد ولا تخافش، معايا فلوس كتير قوي وانا بنك الرهونات. شوف يا زلطة. ايوه ده امال انا عارف. شايف؟ لكن ده منين كله؟
كتبت واحد انجليزي. عرفت منين مين اللي قال لك؟ ما قلنا بلاش واد جاي. ده انت واد و90 واد كمان. مين اللي قال لك؟ قول اتكلم، هقطع رقبتك ما كلمتش. ابدا والله يا معلمي، ده انا بهزر حسين الشعراني. بتهزر هذا ولا بتتلائم عليا؟ ابدا والله بهزر يا معلمي. تعرف مجل رحنا في داهيه، رحنا في داهيه يا معلم سرحان. ايوه مين؟ اقف عندك استنى ما تفتحش. فين الفلفل بتاعي؟ كان هنا الفلفل بتاعي. انا راح فين؟ ايوه مين؟ افتح، انا البوليس.